السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأفاضل، متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نديرو إن شاء الله. هذا الفيديو هذا الإخوة الأخوات والله العظيم إلا غادي تسمعوا فيه بزاف ديال الهضور، خصوصا النساء وأيضا الرجال، والله العظيم إلا غادي تسمعوا فيه بزاف ديال الهضور ونصائح مهمة غتسمعوها. لذلك كنتمنى منكم أنكم تتبعوا هذا الفيديو، تصنتوا مزيان وما تبخلوش علينا بواحد اللايك، اللي راكم أنكم عارفين هذه القناة هذه ما تنزلوش فيها الفيديوهات بزاف، ما كيوصلوش الاشعارات للاصدقاء والاخوان والاخوات. لذلك كنتمنى ما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم وتكثروا لنا من التعليق ديالكم، ولو بوريضات ولا بقليبات ولا بلايكات ولا. جزاكم الله خير. الموضوع ديالنا بخصوص يسرى ستيل والزواج ديالها وهذا الطلاق اللي واقع دابا وهذا الشيء هذا، ولكن هذا الزواج وهذا الطلاق ديالها داخل حتى في الحياه ديال الناس بيبليك كامل. بزاف ديال الناس اللي غاديين في نفس السيناريو ديال هاد يسرى ستيل، واخا ماشي هما في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين بزاف ديال البنات تيكونوا طماعين او طامعين، وكاين بزاف ديال الرجال، حيت ما نلعبوش على العيالات تاع الرجال، كاينين تيكونوا طماعين وطامعين. هادشي اللي وقع دابا لهاد يسرى وهذا الراجل ديالها، فهمتي؟ كان واحد هذاك الشيء ما مبنيش على الصدق، ما مبنيش على الوفاء، ما مبنيش على الموده، ما مبنيش على الرحمه، ما مبنيش على الاخلاص، ما مبنيش على واحد الزواج المعقول، ما مبنيش على شي حاجه المعقول. شنو على مبني على المصالح. شي عنده مصلحه هاك وشي عنده مصلحه هاك وشي عنده الطمع هاك. هي عندها مصلحه ديال انها خصها تتزوج باش كدا ما يبقاوش كدا يقولوا ويديروا هادي، حتى هي وعندها مصلحه ديال دير حكا وغدير واحد العرس وغيطلعوا فيه المشاهدات وغتطلع فيه القناه، باش نكونوا واضحين هادو، باش ما يجيش شي متابع ديالها يقول لك لا انت حكا. انا تنهضر بالواقعيه. هو كذلك عنده مصلحه، تسمع ان السيده عندها قناه كبيره كتدخل الملايين صحاح، تدخل كدا غيدير بلا فلوس، يضرب لها فير، غيضرب الفلوس، غيدير الفلوس. ولكن الانسان من تيطيح في الامر الواقع تلقى داكشي ما منه والو، فهمتي؟ وكيبقى يتعيش مع داكشي، كيبقى يجيه والو. علاش؟ حتى الناس الحياه اليوميه كيوقعوا فيها بحال هكا. تتلقى شي بنت كتكون تتبغي شي ولد وهو تيبغيها وناوي هو معها يتقاتلوا على الزمان وناوي، فهمتي؟ وهي كذلك، ولا ما نعرف العلم بجوجهم. ولكن كيجي يخطبها واحد السيد يكون مرقع مسك عليه الله شويه، صافي كتنسى هذاك الاخر. شنو كتولي تمشي عند داك اللي مرقع ومسك عليه وكذا، وهي اللي راه غلط. هذا راه يقدر هذاك انت اللي طمعتيه على انه مرقع ولاباس عليه وعنده الطوموبيل وعنده الدار وعنده كارت بونكير وغيشري لك حقه وشري لك، عطاك الذهب وعطاك هادي وعطاك هادي وعطاك 4 المليون في الصداق وعطاك هادي وهادي وهادي وسبعه من الحاجات. يقدر راكي غادي تدخلي عنده غيتبدل داك المعامله، ويقدر ما غيبقاش داكشي اللي كتشوفي، ويقدر انه كاع يضربوا الافلاس، فهمت؟ وانت غتولي في حياه اخرى. لذلك الانسان ما عمره يبقى يمشي بداك الطمع، لان الطمع طاعون. وكذلك الرجال او ما ايضا تيكون مثلا غادي في الحياه، تيجي شي وحده تيشوفها مرقعه مسك عليها الله، عندها فليسات، عندها هادي تيولي شنو تيقول لك لا غادي نطمع حكا، غادي ندير اللهم نتزوج بهذه بعدا عندها وندير. لا عمر داكشي تينجح، والله العظيم الاخواني ما تينجح، والله العظيم ما تينجح ولا تينجح. شوف، دائما الانسان يدير النيه، دائما الانسان يتكل على الله، دائما الانسان لا مرا لا راجل يعرفوا ان الزواج حكمه، وخص الانسان يتمعن فيه، وخص الانسان يتزوج الانسان اللي غيرتاح معاه الحياه كامله، ماشي غير ديك الظرفيه اللي تكون فيها الفلوس وغتكون فيها لاباس. اما الفلوس ولاباس راه مازال الناس ما بغاوش، واحد الاغلبيه كبيره ما بغاوش يوعاو ويفيقوا ويرجعوا الله ويعرفوا ان الارزاق والفلوس والمال والولاد وداك الشيء امر من الله عز وجل وبالاذن الله عز وجل. راه ما كاينش المتابعين الاخوان اللي يعطيك شي درهم ولا يعطيك شي 2 دراهم الا ما كانش مقسمها لك الله سبحانه وتعالى، وما كانش الله سبحانه وتعالى مصيفطها لك، وما كانش الله سبحانه وتعالى باغيها لك. كيفاش يكون بنادم عارف؟ راه ما كاينش لا مرأة ولا راجل. بعدا هذه في اطار الزواج. المرأة كاين العيالات اللي تشوف الراجل شبعان كتنقز عليه، هكا غنقوطو غندير له اش بغيت هذاك فلان اش بغيت. لا ودي الشريفه، راه يقدر هذاك اللي لاباس عليه ما تلقاي فيه خير، ومين تمشي عنده ما يبقى عنده خير. ويقدر هذاك اللي كنتي انت كون كان مشيتي معاه بالنيه غيتهلا فيك وربي غيمسك عليه وغيعطيه الخير. وراه وقعات وغادي ربي يجي يعطيه فهمتي بزاف د الحاجات ويتهلا فيك ويصونك. ولكن انت لا، مشيتي بالغدر. وكذلك الرجال، كاين الراجل اللي تيكون مع وحده وتيدير معاها ويعيش معاها، فهمتي؟ في هذاك الاخر وموعدها وكذا، ومن كتجي واحد الضربه وواحد لافير
صافي تيبقى يشوف لا هادي لا هادي، تيشوف غير لافير. والله العظيم ما تقبط وما يوصلك من الرزق الا اللي قسمه لك الله سبحانه وتعالى. لذلك الانسان يمشي لشي حاجه اللي عنده فيها احساس زوين، اللي عنده فيها واحد الاحساس، ماشي غير تيشوف شي حاجه زوينه، لا، شوف الحاجه اللي عندك فيها الاحساس، حيت راه صعيب باش تلقى الاحساس. انا ما نكتبش عليكم بعدا، نقولها لكم انا بعدا حاليا مات لي الاحساس، ما بقيتش نحس بالاحساس، ما بقاش عندي داك الاحساس، ما بقاش عندي داك الشعور الاحساس ديال ما عرفتش. شتي انا ما نكذبش عليكم، كنضحك وكنهضر، ولكن غير من هنا الفوق داخل ما يقدر تجيكم غريبه، ويقدر تقولوا كيفاش تيقول هذا وكيفاش تيهضر هذا، ولكن بصح نقدر انا نضحك مع بنادم، ويقدر نعطي لبنادم واحد فهمتي واحد الرؤيه زوينه، ويقدر ننصحو، ويقدر يبقى يسولني ونجاوبو ونقول له ونضحك معاه ونتمازح معاه ونبان له وانا، ويمشي هو يقول شوف هذاك كيفاش فرحان ناشط. ولكن انا من هنايا الفوق اللي ناشط، وما تنبغيش ندير نكتئبها عليا راسي ونكتئبها على حد اخر ونبقى نشكي لحد اخر. اما انا من هنا لتحت الاحساس كي تنقولوا صافي مابقاش عندي داك الاحساس وديك صافي ما عرفتش كيفاش فهمتي. باش نكملوا على هاد يسرى 2 دقائق اللي بقاو، هاد يسرى كي قلت لكم هذاك الشيء ديالهم من الاول ما مبنيش على الصدق. وما دابا هو من تيبقى جالس معاها في الدار وجالسه معاه دغيا تيشعروا بالملل. علاش؟ انهم ما متزوجينش على الحب وعلى الموده وعلى الرحمه وعلى التفاهم وعلى المعقول وعلى النيه، لا، زوجين كلهم على المصالح. ولكن من كتبعد عليه هو كيبعد عليها، عاد تيشوف دوك المصالح بعدو، تيولي عاوتاني لا راني كنبغيك جو تايم كدا، هي عاوتاني لا حكا مسكين وطلب مني السماحه فهمتي، عاوتاني شويه كتولي دير النفس، عاوتاني تقول لا انا ما نرجعلوش، مشيت عند المحاميه، درت عند المحاميه. شوف هادشي من الاول، الا جينا نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين من الاول، ما نبنيش على المعقول، ما نبنيش على الصح. ونعطيكم مثال باش نساليو هذا الفيديو. واش كاينه شي دار كتبنى بلا اساس؟ كاينه شي دار كتبنى بلا بودرات؟ ما يمكنش. واش الا جينا وما درنا لا اساس لا والو، درنا ليا جور من هنا ودرنا ليا جور من هنا ودرنا ليا جور من هنا وليا جور من هنا ولا الطوبيه ودالينا، شنو ديك الدار غيوقع لها؟ الا ما طاحتش في البلاصه غير غتبدا طيح الشتا، غطيح. ياك كاينه ولا ما كاينش؟ ولكن الا جينا ودرنا لها الساس مزيان وريقلنا داكشي على حقه وطريقه، وطلعنا البودرات ديالنا من هنا ومن هنا وريقلنا داكشي مزيان، السواري مزيان، السيناجات في بلاصتهم، كلشي على حقه وطريقه، واش هذيك الدار غتريب؟ واخا غيجي تجي سميتو الفيضانات، ولا يجيو الشتاء، ولا تجي الشمس، واخا ما شنو يجي، داك تيجي كاع الزلزال، ولا ما كانش بواحد الدرجات عليا ما كيطيحوش دوك الديور. علاش؟ لانهم مبنيين بالصح، مبنيين بالمعقول. وراه كذلك هاد الزواج ديال هاد جوج الناس، هذا الزواج من الاول ما مبنيش على المعقول، وكل ما الحاجه مبنيه على باطل فهي باطل، باش نكونوا واقعيين المتابعين. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه شي حاجه، نتمنى انه تستافدوا منه شي حاجه. اما الهضره هي هضرين راه ديما كلشي هذا. وتحياتي لكم ومع السلامه.